لأن كنظن على أن المقابلة فهي مقابلة صعبة، على غرار المقابلة الأرجنتين وعلى غرار المقابلة اللي غتجي من بعد ديال العراق. جميع المقابلات فهما بالنسبة لنا مهمين. حنا بكل صراحة كنتعاملوا بواحد الطريقة احترافية، اللاعبين كيتعاملوا بواحد الطريقة احترافية، عارفين المسؤولية الملقاة على العاتق ديالنا، عارفين بأن ما كاينش شي ماتش في البروفيسيوناليزم ولا في ان كومبيتيسيون من هذا الحجم كتكون سهلة. حنا الانتصار اللي انتصرنا على المنتخب الارجنتيني جاب واحد العزيمه كبيره، جاب واحد التركيز كبير، جاب واحد الروح، جاب واحد التضامن، وجاب لي زيفور اللي داروا سو لو تيران. نظن على ان الا بغينا مره واحده اخرى اننا ننتصروا وعلينا اننا ننتصروا، هذا واجب ماشي الا بغينا، فكيخصنا تكون نفس الاشياء اللي درناها ونفس التحضير اللي درناه للمقابله ديال الارجنتين، لا قبل المقابله ولا خلال المقابله حتى يصفر الحكم. كنظن ان ما نبقاوش في الفرحه، سالينا منها البارح وتوجهنا للمقابله اللي جايه اللي غدا ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنعرفوا حنا الاهميه ديالها. فخلال الانتصار كتدوزنا مباشره بعد لافاز الثانيه، يعني كيكون واحد التاهل، وتبقى المقابله الثالثه اللي مقابله مهمه لا نحاولوا من خلالها ان شاء الله باش ندوزوا وحنا اوائل ان شاء الله الرحمن الرحيم، باش المشوار من بعد اللي غادي يتفتح بواحد الطريقه افضل ان شاء الله، باش ناخذوا المقابلات اللي جايين ونوصلوا ان شاء الله لابعد نقطه ممكنه، ونفرحوا الشعب المغربي والجميع اللي مورانا واللي كيساندنا واللي واقف معنا واللي كينتظر منا الكثير ان شاء الله الرحمن الرحيم. يمكن كاين المشكل بالعامل البدني بحكم تعرف كذلك حنا مقارنه بالفرق الاخرى او المنتخبات الاخرى، لا الارجنتينيه ولا الاوكرانيه ولا حتى العراقيه، لان عندهم لاعبين كثار كيلعبوا في الدوري ديالهم، حنا ماشي لوكا. كذلك الالتحاق باللاعبين كان شويه متاخر، كاين لاعبين اللي يعني ماشي جاهزين مقارنه مع المنتخبات اللي كنواجهوها بنفس الكميه وبنفس الكيفيه، ولكن يعني كاين من الحمد لله كنلمسوا واحد الاحترافيه كبيره. وكنشكر بهذه المناسبه كذلك الطاقم الطبي على العمل الكبير اللي كيدير، كنشكر اللاعبين كذلك على الاحترافه ديالهم كما سبق لي وذكرت، وكيفاش كيتعاملوا مع لي دو جور دو ريكوبيراسيون، لان ماشي كثار، كاين هي يومين ومن بعد كنلعبوا المقابله. فهذا العامل هذا هو عامل كبير وعامل مهم باش ان نرجعوا الطراوه في اسرع وقت ممكن. كنحاولوا اننا بما فيهم اليوم ادابطيو حتى لي سيونس اللي تماشيا باش نلقاو الدراري في الجور جي في احسن حله ممكنه. وما ننساش ما تفوتنيش فرصه كذلك باش نوجه الشكر الجزيل للجامعه الملكيه المغربيه والسيد فوزي القجع على جميع التسهيلات اللي داروا لنا، لا من الناحيه اللوجستيكيه ولا كذلك من الامكانيات اللي وفروا لنا في هذه الاتجاهات.